وأما الكلمة اللي أنا بقولها والله العظيم تبلغ أنت وأنت منزلة الصائم القائم بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الخلق الحسن يبلغ عند الله بمنزلة الصائم القائم. أخلاقك الحسنة منزلتها عند الله تعالى منزلة عظيمة، بل أنت بجانب ورديف النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلس يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يا أخي الناس تحبه وينحب، محبوب عندنا. بعض الناس مبغوض، تلقاه يصلي ويصوم يمكن، أو تجده يمكن متدين، تدعي تدين أو هو يدعي تدين. والدين إذا كان ما في أخلاق، إذا ما عندك دين، الدين يكون جملة خلقك مع الله تعالى ثم خلقه. فيا جماعة ترى منزلة الخلق الحسن ترى منزلة عظيمة جدا. شنو حسن الخلق؟ بذل الندى، شرواكم، كف الأذى، طلاقة الوجه، ابتسم. ترى الإسلام معورة، والله معورة. والناس إذا بتمدح أي أحد ما يمدحون بس كرمه، ولا يمدحون يعني منصبه، أخلاقه. قد يكون وضيع قدام لكن رفيع عند الله تعالى. تشوف أنت تحتقر أن وظيفته ولا شهادته ولا جنسيته ولا إقامته ولا لا، ارفع خلقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من كان بالله أعرف كان من أخوف، إنما أخشى الله من عباد العلماء. اللي يعرف الأدلة الشرعية في حسن الخلق. الله تعالى امتدح النبي عليه الصلاة والسلام بآية بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. شو الخلق اللي أنت عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ شو الخلق اللي أنت عليه؟ أتربى على خلق الأنبياء، هذا ديننا. احنا شو بعض الناس سبحان الله فظ غليظ القلب، ما حد يحبك يا أخي. افهم والله ما حد يدانيك. يبقى لما تغيب بالدوام غاب، لما ما يداوم عندهم إن يفتكون منه. حتى بعضهم قد تجد إمام يصلي في الناس ما صلى اليوم يا رجل. وبعض الناس احنا نعرفهم قد يكون ظاهرة متدين ملتحي، أو واحدة قد تكون محجبة أو منتقبة أو تلبس قفاز زين وكذا، لكن وين خلق اللحية؟ وين خلق اللباس اللي انت لابسته تقول لها؟ نعم الغطاء فرض، والمرأة تتحجب، والمرأة تستتر، والرجال يعني يجب عليه أنه يستقيم على أمر الله تعالى. ونقول حق كثير من الناس قبل اللحية أخلاق اللحية. الدين لا يقاس فقط على لحية الرجل، لكن على خلقه بلحيته هذه اللي هو يمتثل. نعم احنا ما نقلل من شأنها، لكن بعض الناس ترى مو فاهم الدين عدل، يؤذي القريب ويؤذي البعيد ويؤذي جاره. وأخي الناس ما تحبه، ما حد قام يحبه، حتى الناس كرهوا للأسف بعض المتدينين بسبة أخلاق بعض الناس. وبعض الناس يقول يا أخي فلان يكرهنا في الدين. لا، هذا كلام حرام ما يجوز. الدين ما يكرهك في أحد، هو ما مثل الدين بالطريقة الصحيحة. فأخلاقك مع أقرب الناس عندك والبعيد. وآخر شيء بقوله، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتذكري وأنتم شهداء الله في أرضه. الناس إذا تشهد لك بخير وبالصلاح والتواضع، جيرانك يحبونك وأقرب الناس يحبك والكل يحبك، اعلم أن هذه شهادة من الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنتم شهداء الله في أرضه. وجاء في الحديث: من شهد له من جيرانه الأدنيين بخير إلا قال تعالى: إني غفرت لعبدي ما لا تعلمون. فأخلاقك مع أقرب الناس لك، محيطك وعيالك وبيتك وجيرانك، كذلك خلقك مع أصحابك في عملك وفي الطرقات. صاحب الخلق الحسن يبلغ عند الله بمنزلة الصائم القائم. فكر فيها وبس.